السلام عليكم يا الحباب، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جيت ندير معكم وصفه دجاج الكنتاكي، ان شاء الله تنال اعجابكم. كما راكم تلاحظوا في الصوره دوق تشوفوا القرمشه يعني بزاف بنين وبزاف سهل. ما كان له تشروح، خدموا في داركم نقي بخوبخ. يعني واش نحتاجوا المقادير؟ عندنا غير دجاج، توابل، بيض، هذا ما كان فرينه ومايزينه. هنا عندنا اطراف من الدجاج نتبلوهم. عندنا توابل، واش نحتاجو؟ عندنا الملح اول حاجه، توابل نتاع الثوم، ناخدو فصوص نتاع الثوم نربيوه فوق الدجاج هذاك، ونديرو لي زيبيس. واش يحتاج؟ الثوم يحتاج باردون فلفل اسود، كمون، بابريكا، زنجبيل اذا عندكم. هذا ما كان، هذا واش نحتاجو التوابل نتاع الثوم كما قلت لكم. ونحتاجو البيض، انايا دوقا استعملت حبه بيض ومن بعد شفت باللي ما كفاتنيش، جاني ناشف. كما راكم تشوفوا هنايا ربيت الثوم، من بعد ضفت لهم التوابل. هنا فلفل اسود، ضفت البابريكا، كترت شويه. نتو توابل اللي حبيتو، انايا درت توابل نتاع الثوم بيسك درت الثوم. تحبوا نتو ديروا توابل واحد اخرين، تحبوا ما ديروش كامل، ديروا فلفل الكحل والملح عادي، تقدروا ديروه ويخرج بنين. ضفت هنايا الكمون. في الاول قلت لكم ضفت حبه بيض وحسيت باللي جاني ناقص، زدت ضفت بيضه تانية باش يتشرب مليح هذاك الدجاج. نخلط المكونات هادو كامل، توابل نخلطهم مليح مع الدجاج باش يتشرب هذاك الدجاج التتبيله نتاعنا. هاني زدت هنايا البيضه الثانيه، انتو تحبوا تزيدوا بيضه ثالثه اذا كنتوا حابين ديروا طبقتين من الفرينه والمايزينا باش يجيكم هذيك الطبقه المقرمشه تجيكم خشينه. انا درت غير 2 حبات بيض خاطش درت طبقه واحده برك. هنا احتاجنا كاس نتاع الفرينه مع كاس نتاع المايزينا هي نشا. عندنا كاس نخلطوا هذوك المكونات ونضيفوا لهم توابل اللي ضفناهم في الدجاج تاعنا اللي حبيتوا. توابل، انا الدجاج لازم تحطوه قبل ما تقلوه كامل، لازم تكونوا خلطتوا هذيك التتبيله او موا يكون 2 سوايع. انا حطيته في الثلاجه من بعد ما مروا 2 سوايع وتشرب هذيك التتبيله باش جيت هنايا حنقليه. كما قلت لكم درت هذوك لي زيبيس فوق الفرينه والمايزينا، لازم ضروري، وقد ما تكثروا مايزينا اكثر من الفرينه يكون احسن. هنا ناخذ هذاك الدجاج تاعي نرمدو مليح هكذايا في التتبيله ديالو، من بعد نجي نديرو في هذيك الفرينه نرمدو مليح في الفرينه والمايزينا. هنايا ما تديروهاش كامل لا كونتيتي في الفرينه قسمه حين تقليو. من بعد بيسك لو كان نديرو كلش راحين هذوك اللي مازال ما تقليوهمش ياخذوا شغل يعرقوا الفرينه هذيك تتشمخ. نتوما رمدوه قسمه راحين تقليو. انا يا حنرمد هكذا دوكا النص في الفرينه والمايزينا نقليهم باش نزيد نرمد النص الاخر. كما راكم تلاحظوا نكمل نرمدهم كامل، يعني ماشي كامل، كما قلت لكم قيس المقله اللي حنقلي فيها. والزيت ديجا انا حطيته يسخن، لازم الزيت يكون سخون ماشي حتى يتحرق، يكون سخون ماشي بارد، ماشي سخون يحرق، ويكون على نار قليله. الدجاج تاعنا لازم يطيب على نار قليله خاطش وياخذ الوقت في الطياب باش يدخلوا طياب لداخل، يطيب لنا مليح. كيما قلت لكم هنا راني سخنت الزيت تاعي وحطيت الدجاج. بيان سور النار تكون قليله باش الدجاج تاعي يطيب بعقله، ما يطيبش خضر ويتحرق من برا ويطيب خضر من الداخل. نخلوه ابتي فو يطيب بعقله، عندكم ياخذ الوقت. لكن البنه هذيك الريزولطا تاعو في البنه تصبروا على الوقت اللي يكون حيت يتقلى فيه. معليش تحطوه يتقلى وتروحوا ديروا حاجه واحده اخرى. ماذا بكم الزيت يكون يغمر هذيك انايا ما شغل غطا غير نصف برك. نتوما اذا عندكم الزيت لازم يكون هذاك الدجاج مغمور كامل مليح، شغل يتغطس هذاك الزيت. انا شغل تغطس النص ومن بعد قلبته.
هنايا كل ما تشوفوه ذرة شغل اخذ اللون الذهبي من جهة تقلبوه حتى ياخذ الذهبي المحمر ويقعد مقرمش، غتقعدوا تقلبوا فيه باش يقعد لكم مقرمش. هنا من الافضل ما تغطوش الدجاج تاعكم تكون يتقلى، لو كان تغطيوه راه يتندى وما يجيكمش مقرمش يجيكم طري. من الافضل ما تغطوش. هنا كيما راكم تلاحظوا بعد ما كملت قليت الدجاج تاعي هنايا جبته باش بصحن تقديم باش تشوفوه ان شاء الله ينال اعجابكم. يعني طريقه جد بسيطه وسهله وبزاف بنينه. كم تعرفوا في رمضان اي حاجه نطيبوها ما تنتكلش، هذه على بالي بلي راح تجيكم خفيفه وتقدروا تتناولوها وتجيكم خفيفه. ان شاء الله وصفتنا نهار اليوم تنال اعجابكم. نتلاقاو في وصفات اخرى. سلام. إذا عجبكم الفيديو ديروا لي جيم، ماكسيموم دو بارطاج، ضغطوا زر الاشتراك، فعلوا زر الجرس باش يلحقكم كل جديد بلا ما ننساو تعليقاتكم. شكرا.